الباص اللي حمل اسم هذا المعلم الكبير لخليجي 25 في مدينة البصرة بالعراق ككل، يعني اليوم هو في محافظة الأنبار في قضاهيت. تشرفنا بهذه الزيارة لهذه الشريحة التي تحمل اسم العراق، والتي استمرت بزيارات كل المحافظات، وكانت الحصة الأكبر لمحافظتنا محافظة الأنبار. اليوم احنا يجب أن نتكاتف كبلد لأن نستقبل خليجي 25، تجربة ناجحة حقيقة لإيصال الرسالة. اليوم هذا الباص يبعث رسالة اطمئنان لكل أهلنا في الوطن العربي والدول العالمية على أنه هناك مدن في العراق هذه ديدن العراقيين في ضيافة الغريب وابن الخليج، في أن تكون هناك خليجي 25 ناجح. ندعو من الله سبحانه وتعالى أن يتمم على هذا البلد هذه الفرحة إن شاء الله. ندعو من الله سبحانه وتعالى أن يكون اسم العراق كبير جدا، وإن شاء الله سوف يكون كبير جدا. العراق واحد، وأن كأس الخليج وبطولة الخليج هي لجميع العراقيين. حقيقة كأس الخليج وبطولة 25 خليجي 25 هو حلم كان بالنسبة للعراق وبالنسبة لجميع شباب العراق. اليوم الحلم إن شاء الله أصبح حقيقة، ونحن نعيش الواقع بشكل طبيعي جدا. كأس الخليج بالاسم الذي يليق وبالشكل الذي يليق باسم العراق وباسم عروبته وباسم مكانته، وأن يجمع الأشقاء العرب على الحب والخير والسلام في مدينة البصرة الفيحاء، هذه المدينة المعطاء التي كانت ولا زالت ثغر العراق وبوابته باتجاه أشقائه من الخليج. فنتمنى الخير والتوفيق، ونتمنى أن تنجح البطولة وتكون تليق باسم العراق وشعبه وأصالته. اليوم رسالة محبة وسلام من محافظة الأنبار ومن على نهر الفرات وبجوار نواعي رهيت لكل محافظات العراق، وبالتأكيد أكيد أيقونة بصرية اللي هي باص الخليج، ووجودكم أيضا هي نعتبرها رسالة عظيمة. اليوم كل محافظات العراق تتواجد في محافظة الأنبار وفي قضاهيت على وجه الخصوص. النجاح الذي متواجد في محافظة الأنبار ما هو إلا نتاج عمل جماعي من الجميع، وبالتأكيد تضافرت الجهود وعلى أثرها تحقق هذا النجاح. شكرا مرة أخرى لوفد باص الخليج، وأهلا وسهلا بكم. باص الخليج يجمعنا.